تصور حالك هيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدنا ننزل نفرجيكم منطقة مسروقة سرقوها أولاد عمنا حجر حجر وسووها سوق أثري إلهم، وبعديها رح ناخدكم لفة على منطقة اسمها حديقة الجرس. نسيت أعرفكم على الأخ رابطي وحبيبي. الله يسعد مساهم. رح نروح هلا نطلع على قلعة اسمها قلعة داوود. شوف شو تاريخها، أنا بصراحة أول مرة بدخلها، يعني بحياتي ما دخلتها. راح نروح مع بعض أنا وصاحبي زلمتي وحبيبي عبد، ندخل عليها ونشوف إيش فيها. هاي المدخل تبع القلعة من هون، راح ندخل عليها ونكزدر شوي جواها، ويمكن بعديها نطلع على أسوار القدس، ما بعرف وين راح تاخدنا أجرينا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. هاي مدخل القلعة. ما أحلى المنظر من هون، بيشرح النفس. هاي أسوار البلدة القديمة. جينا بدنا ندخل يا جماعة نصور من قلعة داوود، فتفاجأنا إنه الدخولية 40 شيكل. عايش 40 شيكل؟ مش مستاهل. إلا لو إنه بدنا نحمل القلعة معنا عاشو 40 شيكل، فغيرنا الخطة. راح ننزل هلا إحنا وياكم ناخذكم على منطقة ثانية مجانية. هون بالضبط بالساحة هاي كان في ساعة أثرية من زمن العثمانيين. وين راحت الساعة؟ انسرقت، وهلا موجودة الساعة، موجودة حاليا بالضبط بساعة بيج بن. هاي الساعة الموجودة بساعة بيج بن المحرك اللي فيها محرك عثماني انسرق من عندنا، من هون من هاي المنطقة. هاي بالساحة هاي انسرقت بالضبط، كانت بالساحة هاي انسرقت أيام الانتداب البريطاني طبعا بعد العثمانيين. عبد مصر يطلع دائما بالصورة. انسرقت هاي الساعة وانحطت بساعة بيج بن. هلا وجهتنا من هون من تحت دغري محل ما انتم شايفين ايدي، بدنا ننزل على سوق مأمن الله. اسمه هلا سوق مميلة، سوق اسمه الاسلامي مأمن الله، لانه نسبة لمقبرة اسمها مقبرة مأمن الله، فيها طبعا صحابة وصالحين من الازمنة الغابرة من ايام الانتصارات. حلو الموسيقى طبعا. هلا بنكزر في سوق مميلة زي ما حكيت لكم. معظم المحلات طبعا مسكرة لأنه هلا في عندهم عيد، كلها واجهات زجاجية للمحلات. احنا جينا بالوقت الغلط، كل المحلات مسكرة لأنه عيد. تعمل هون يا عبد.
كل ما بنتوجه على وجهة اليوم بتسكر بوجهنا عشان عيد اليهود وعشان ارتفاع الأسعار. جماعة ال40 شيك. شايفين الأرقام هاي يا جماعة؟ هاي الأرقام اللي حكيت عنها. هلا هاي الأرقام اتاخذت، كل مبنى من المباني هاي القديمة اتاخذت أرقامه من بيوت عربية تهدمت وتجمعت جنب بعضها عشان يتكون هذا البناء. هذه أرقامنا وهذه بيوتنا وهاي أحجار بيوتنا بالزمانات. كل الواجهات هاي أرقام كلياتها مرقمة. ما بعرف اللي تحت بالأخضر، بعرفش إذا مبينة بالتصوير ولا لا، بس كل حجر من الأحجار هاي مرقمة. كل حجر من الأحجار هاي اتاخذ من دار انهدت. انا كذا افتش اغير بطاريه، ما فتش لايف. لا يا زلمة، بفتح ايش؟ فتحش الا برا يعني بس. اها، هذا نحفة معناته. اما الجلاكسي عادي بامكانك تحط له بطارية زي ما بدك. وقعت النظارة. ما أحلى الزهور هون. ديت هاي منطقة بتجنن. صوت العصافير وصوت الزهور فيها تسوى الدنيا. استنى استنى، عم أهلك علينا. تعال تعال. وين هذا العصفور؟ مش مبين بس صوته بجنن. حلو الهدوء هون، إن شاء الله بتسمع ولا صوت.
وصلنا للمي محل ما كنا لما صورنا الأقصى. فالشوب بدنا نحط اجرينا نبورد شوي. فالشوب بدنا نبورد. يلعب تعال. كل بيحكوا عن تاريخ هاي العربة انها عربة وزير يهودي. هلا اللي بيحكوا انه هاي العربة اللي ورجتكم اياها قبل شوي لواحد وزير صهيوني يهودي اسمه موشي مونتيفيوري، زار البلاد 7 مرات ولف في هاي العربة كل أنحاء أوروبا وروسيا القيصرية، كل البلاد التابعة للإمبراطورية العثمانية للخلافة يعني العثمانية جميعها زارها فيها من المشرق للمغرب كالبغية مساعدة اليهود على بناء وطن لهم اللي هي بلادنا هاي. واحترقت هاي العربة سنة 1986 ورجعت واحدة اسمها إيتمار من لوس أنجلوس صلحتها أعادت ترميمها وحطوها بالمكان هذا كتذكار. لا حول ولا قوة إلا بالله. وين راح عبد؟ عبد عبد هناك بآخر الدنيا. ما كل اشي بيروح ما بضل بهالدنيا غير الذكريات. هون بيجي العرسان بتصوروا. هاي إذا شايفين زينة على الأرض بنلف وبنرجع مدام ممنوع التصوير هون، بس منطقة حلوة هون حرام ممنوع التصوير فيها، مش مشكلة بنلف وبنرجع. هذه جميعها دورنا. هاي المنطقة بتخلي الواحد يتهيأ له إنه كأنه في أوروبا، يعني كأنه الواحد بيمشي في منطقة أوروبية مش بفلسطين. ما في عندك دار للبيع يا عبد إذا بدك تشتري. الناس بيجوا بيلعبوا في المي على نوافير المي. مش راح اصور عن قرب لانه في ناس دول طبعا اجانب ويهود، فيهم كثير ناس مش لابسين لبس محتشم فمش راح نصور عن قرب. انتين بالليل صاحي. حطوش يا حبيبي نحطوش.
هاي الانتيكات.